سلام حبيباتي، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا غنديروا واحد الوصفة سهلة مفيدة للتوريد ديال الشفايف، للتوريد ديال الحنيكات، الخدود، الرجيلات، بطريقة طبيعية غير مكلفة. كما كتشوفوا حبة البربة، يعني البربة موجودة الحمد لله وكل دار فيها، وما نحتاجوه كذلك الفازلين حتى هو اللي شي حاجة اللي موجودة. ولا ما عندكش الفازلين تقدري دير زيت الكوك ولا ياسمينة. كناخدوها البنات كما كتشوفوا هاد حبة البربة اللي سلقناها غادي نحكوها وندعقوها شي شوية باش نخرجوا منها هذاك العصير ديال البربة هو اللي غنحتاجوه، وندعقوه شي شوية. من بعد غنصفيوه على حساب كل وحده كيفاش كتصفي. كاين عندك المصفات ديال القهوة، كتانة. المهم انا اللي متوفر عندك في الدار، انا متوفر عندي هاد المصفات فحكيت فيها ونصفي فيها. المهم هو اننا خصنا هذاك العصير ديال لب الباربة هو اللي غنخدموا به الوصفة، وسهلة وطبيعية وغير مضرة وغير مكلفة، يعني شي حاجة اللي ما تعكزيش عليها حبيبتي. كما قلنا اخواتي، هانتي غادي ناخذ هذاك العصير الباربة غنزيدو عليه ملعقة من الفازلين. داك الفازلين ضروري اخواتي، ما غادي نسخنوه شي شويه، يعني الفازلين من اولا الزيت اولا اللي كان. من بعد ما ديريه في الملعقه، شوفي شي طريقه، حمام مريم او فوق شي حاجه فوق نار هادئه او لا. انا المهم متوفر عندي السشوار فسخنت شي شويه بالسشوار، ها هو كما كتشوفوا ولا شويه دائب باش يشرب لي هذاك اللون ديال الباربة. غادا نحط هذيك الملعقه ديال الفازلين صافي، وغنبقاو نخلطو نمزجو المكونين غير بشي شويه. نتوما حبيباتي نبقاو نخلطو بشي شويه بشي شويه. المره الاولى شي شويه كتجي عمليه المزج شي شويه صعيبه، ولكن ماشي شي صعوبه، يعني غير شي شويه الخطر. بمجرد ما كتعقيه واحد جوج ولا ثلاثه المرات صافي فكيبدا ياخذ اللون وكيتطلق الفازلين مع هذاك العصير بسهوله كما كتشوفوا حبيباتي. والفازلين راكم عارفين انه مرطب، يعني غير مضر، مرطب للشفايف، للرجيلات، اليديدات. ها هو الفازلين ديالي بدا كياخذ اللون كما كتشوفوها اخواتي. وحتى البربة كذلك ملون طبيعي، يعني هذه وصفة طبيعية 100% غير مكلفة، منعوزوش عليها، ومزيانة، صالحة لرمضان، صالحة لأيام الصيف، صالحة المهم بديل المكياج. يعني كاين اللي مستغنية على المكياج، فهذه طريقة زوينة وسهلة غير مكلفة. هانتوما حبيباتي النتيجة رائعة. هانتوما من بعد ما شرب لي هذاك الفازلين داك اللون ديال الحبة ديال الباربة، فغنقطروا هذاك شوية ديال العصير اللي بقى غنشوفوا النتيجة. فأنا غنجرب على يديا النتيجة بسرعة، ندوز على اليديدة ديالي غير بشي شوية كيف ما كتشوفوا اخواتي. نبقاو نحكو فيه واحد المدة ديال دقيقة، يعني ماشي بزاف. من بعد ما يتطلق فناخدو قطينة وغنمسحوها. انا مسحتها ديك الساعة، وانتم اخواتي على الاقل تبقى واحد 5 دقائق في الحنيكات اولا في الرجيلات اولا في هذا باش تاخد باش الجلد كيشرب ديك الحموريه. وهانتوما اخواتي انا واخا مسحت هذيك الساعه فعطاه شي شويه د اللون. هانتوما تشوفوا الفرق ما بين اليدين، وحده كيفاش ورديه عطيه الوردي فاتح، وحده في اللون العادي ديال الجلد. يعني راه الفرق باين، وكتخلي واحد اللمعان، كتعطي واحد اللمعان